السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم فيديو جديد، وصفة جديدة خاصة بالسوربي. يعني خرمن تاع المحلات عفوا. وايضا يعني بمقادير جد بسيطة واقتصادية راح تخرجوا كمية لا بأس بها. وشوفوا القوام نتاعو كيف مهجة، يعني راح يبردكم في هذا الصيف. فقط خليكم مع الفيديو حتى نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للطريقة راهي سهلة وبسيطة وكامل راح تنجحوا فيها. ماهيش تعب بزاف وما تديش الوقت. وهذا الكاس يعني كاين الكاس الصغير تاع البلاستيك يتباع ب7000 والكبير ب15000، يعني تقدروا تحضروه في البيت بأقل تكلفة. هنا في إنا واش راح ندير لتر نتاع ماء، درت ال500 الأولى مليلتر وراح نضيف ال500 الثانية. من بعد راح نضيف السكر نتاعي. بالنسبه للسكر هو السكر العادي، سكر حبيبات. راح نضيف كأس الا ربع. نحرك المزيج مع بعضه نتاع الماء والسكر حتى يذوب لي هذاك السكر كامل. ضروري هذه العمليه انه يذوب لكم السكر كامل باه ينجح معاكم. هنايا بعد ما ذاب لي السكر كيما راكم تشوفوا، راني بقيت نحرك فيه بلا فوي حتى يذوب لي مليح. بقى لي شويه في الاسفل فقط. ضروري تبقوا تحركوا هكذايا بلا فوي حتى يذوب لكم السكر كامل. هنا راهو ذاب لي السكر. رايحه نضيف باقي المكونات. بالنسبه للمكونات الباقيه عندي ملعقه صغيره نتاع عفوا راح لي اسمه حمض ستريك. راح نضيفه هكذايا ونضيف عليه مستحلب الشربات. هنا بالنسبه للمستحلب الشربات راح نضيفه ايضا ملعقه صغيره. تخلطوا المكونات هكذايا مع بعضها مليح حتى يذوب لي هذاك حمض ستريك نتاعي. بعد ما نخلطهم مليح راح نغطي عليه بابي فيلم ندخله للثلاجة. بالنسبة ليا انا كنت نخدم، يعني درته في الليل وخليته في المجمد وحتى اللي روحت غدوة من ذاك كملته. نتوما يعني جيست تخلوه 6 ساعات فقط واجبدوا اخدموه. هنا بعد ما خرجته من الثلاجة، بعد ما خليته ليلة كاملة، رايح نجيب البراميكسور نتاعي ونمكسيه شوية، يعني ما نمكسيشو بزاف. كي نميكسيه بالبرا ميكسور رايح نخليه شويه يعني حاكم روحو جيست ما يتفتت شويه فقط كيما راكم تشوفوا. ومن بعد راح نقسمه يعني في علب. انا كانوا عندي لي بورتمونجي، يعني قسمته على 3 لاني راح ندير 3 انتم تقدروا تستعملوا ليغو اللي عندكم، تقدروا ديروا غير دوغو، تقدروا ديروا كات، يعني نتوما واش حابين. من بعد ما نفرغ هكذايا نقسم في البورتمونجي نتاعي. الكمية قسمتها على 3. بالنسبة للكمية هذه دارت لي 3 كؤوس كما شفتوهم، يعني كبار. إذا حبيتوا كمية أكبر تقدروا تضاعفوا المكونات. أنا دائما نعطيكم المقادير الصغيرة وانتوما إذا حبيتوها الكمية تكون كبيرة ضاعفوا المكونات. هنا بعد ما قسمتهم على 3 راح نجيب ليغو نتاعي اللي انا صراحه كانوا متوفرين عندي في المنزل. هذو اللي كانوا متوفرين. انتم تقدروا تستعملوا اي جو حابينه، يعني ما راحش تلتزموا بالشيء اللي عندي انا. عندي هذا لوغو تاع شوينغوم وعندي تاع الفرومبواز وعندي تاع الخوخ. رايحه ندير شويه من ليغو. بالنسبة للبورتمونجي الأولى يعني درت فيها لوغو نتاع الخوخ.
الثانية ندير لوغو نتاع الفرامبواز، والثالثة ندير لوغو نتاع الشوينغوم. من بعد رايحه نجيب البرا ميكسور نتاعي ونحاول نخلط الخليط نتاعي مع بعضه حتى يتلوني كامل باللون اللي انا درته. يعني الطريقة بسيطة وأيضا مكوناتها بسيطة والنتيجة راح تخرج لكم يعني ما شاء الله هايلة، ويعني يوالم في فصل الصيف، رايح يخليكم تبردوا وتحسوا بهذاك الانتعاش، وأيضا رايح يجي مثل تاع المحلات يعني ما يختلفش أبدا، ويعني بسعر راح نديروه قليل خلاه في المنزل. كما انا شريت غير حمض ستريك وشريت مستحلب الشربات، يعني كل شيء كان متوفر عندي في المنزل. بالنسبه للناس اللي تحب تدير مشاريع، كاين واحد ليفيرين نتاع بلاستيك صغار، يعني مش صغار خلاص، يكونوا متوسطين، هذوك يديروا فيهم ب7000 البرة، وكاين اللي اكبر منهم اللي يجوا كبار يديروهم ب15000. بعد ما نكمل نخلط هكذايا بالبرا ميكسور نتاعي، صراحة يا البنات صدقوني يعني البنة تاعو خرجت ما شاء الله، ويعني انا الصراحة اول مرة نجربه في المنزل، وايضا يعني خرج لي ما شاء الله هايل، تقدروا تديروه في اي وقت. هنا بعد ما كملتهم كامل رايحه نجيب لي فيرين نتاوعي ورايحه نفرغ السوربي نتاعي. بالنسبه ليا انايا هنا لوغو نتاع شوينغوم جاني شويه الكولير رايح شوي للفير، انا حبيته يكون ازرق، ضفت عليه شويه يعني درجه اللون انتم اللي تتحكموا فيها، تحبوا تخلوه فاتح، تحبوا تضيفوه به يكون الكولير تاعكم كولير غامق. من بعد رايحه نجيب لي فيرين نتاوعي ورايحه نفرغ هكذايا بواسطه الملعقه فقط، انا استعملت راح نفرغ كميه من لوغو نتاع الخوخ اللي درته، ومن بعد رايحه نضيف عليه لوغو نتاع الفرامبواز، وفي الاخير راح ندير لوغو نتاع شوينغوم. ورايحين نشوفوه في نهايه الفيديو كيف ما السوربي نتاعنا كيف ما يجي القوام نتاعو ايضا الشكل نتاعو. يعني وصفة بسيطة ومكوناتها جد اقتصادية، راح يخرج السوربي نتاعكم ما شاء الله ما يختلفش على نتاع المحلات. هنايا راح نحط لوغو الاخير نتاع شوينغوم، نحاول نسقمه مليح. من بعد رايحين نشوفوا السوربي نتاعنا في صحن التقديم، وراح نشوفوه كيف ما الكولير يعني الامتزاج نتاعهم كيف ما جا. وهذا هو السوربي نتاعي كما راكم تشوفوه، يعني خرج الكولير نتاعو صراحة ما شاء الله، وايضا المذاق نتاعو هايل، رايح يبردكم في هذا الصيف بوصفة بسيطة واقتصادية. اذا عجبتكم وصفة اليوم ما تنسونيش بلايك وتعليق مشجع وابوني، وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بالنسبة لاصحاب المشاريع راني قلت لكم، ومع السلامة.